جوزتي أو زوجتي المستقبلية العزيزة على قلبي، بعد التحية والسلام، والله إنك غالية، مع إني ما أعرفك بس غالية. فليكن شعارنا من الآن: أشرب حليب النوق بس ما رافقك عسوق، أتحمم بمية برقوق، تخيلي بس ما أمشي معك عسوق. دراسة بريطانية أجريتها قبل شوية، قبل 6 دقائق، تقول أن نسبة الجلطات والضيم والضهد عند الرجال أكثر من النساء. لويش؟ بسبب الماجي والصلصة. نعم، الماجي والصلصة، لا تستغربوا. لما تصحيك من النوم تقنعك بطريقة غريبة عجيبة إنها رايحة تشتري مواد تموينية خفيفة. إذا قالت لك غرضين 3 اعرف إنه الطعم مغربي، ملعون والدين. اعرف إنه بدك تدفع بغشيش ل3 شباب يعتلوا أكياس بس سيارة من كثرهن. أول ما تصل المؤسسة أو السوق أنت تلقائي مستحيل تنزل معاها نظراً لتجارب سابقة. طبعاً هي توصل لك رسالة مبطنة إنها مطولة بطريقتين. الأولى إذا قالت لك 5 دقائق وراجع لك. ال5 دقائق هذول من كبرهن تقدر تستعرض بيهن شريط ذكريات طفولتك. ال5 دقائق تقدر تبكي بيهن وتشغل وضعية اللطم ندماً على كل مرة رجعت أمك كررت عليك السؤال وقالت لك: يا ولد متأكد بدك تتجوز؟ متأكد بدك إياها هذه فلانة؟ وانت تقولها: إذا ما خذيتها ما خذ غيرها، مثل وجه النيس. ال5 دقائق تقدر تصور بيهم فيديو تسجيلي لغروب الشمس، تقدر تزرع بيهم عرق ميرمية، بذرة تكون، وتراقب نموها وتشوفها بعينك وهي تطلع، وممكن يظل معك وقت تغليها وتشربها كونك تكون ممغوص. وال5 دقائق بعدين ما خلصن. الطريقة الثانية إذا رمت التليفون عندك بالسيارة ونزلت، ساعتها تكون محتاط على فروة. ليش فروة؟ لأنه إذا نزلت من السيارة بالصيف ترجع لك الشتوية، ترجع بالشتوية، فعشان ما تبرد خذ معك فروة لا يهمطك البرد. وإذا نزلت من السيارة بالشتوية حضر حالك تمزط الحراري وظلك بالشباح، لأنه راح ترجع على موسم القاطة البامية بعز القايلة. حركة رمي التليفون بيها رسالة قوية مضمونها: لا تدور وراي ولا ترن علي ودير بالك على عيال. طب انتي لويش تعاملي تلفونك كأنه تلفون أرضي؟ هذا مصنوع عشان يرافقك، اسمه جوال ينحط بالجيبة، ترميه بالسيارة وتمدي على السوق. لويه؟ تخاف الله انتي؟ ما تخاف الله. المهم شوي شوي تبدأ العلاقة الطردية بين سرعة دقات قلبك ماشي وسرعة مسجات البنك، تبلش علاقة طردية. وغير كلمة تم سحب المبلغ الفلاني لا تحلم تقرأ. كل مسج يجيك يزيد الضيم والتسارع، وباللحظة اللي انت تكون تدور بيها على حبة اسبرين تنطحك من غاد بعلب السردين. طبعا انت اختصارا للمشاكل ما تسولف، بس تطق اللصمة وترفعها وتهمر. ابحثوا بجوجل شو معنى تهمر وتكمل طريقك. بنص الطريق فجأة تقولك: وقف 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 وقف. انت هتفكر نطحك كلب ودك تفل عنه وتشمط بريك فجائي، كياس الشعرية وانهن بحضنك عزارة، والرايب عبى البلاد. هاي يا مرة ايش في شرك؟ وش فيه؟ نسيت الصلصة والماجي. يا ملعون روح بي 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 ابو الماجي. انا تشعبط على كندرين واعبط عمود وسيارة مي مأمنة عشان مكعب ماجي. بعدين انتي جايبة دجاج شدت بالماجي. أنا أصلاً الماجي أكبر كذبة صدقناها بحياتنا. قال: شو يعطي طعم الدجاج؟ يعني إذا شميته أشبع قفص دجاج. عمو إذا ما حسبت على فخدة وسفينة جلدتن على طاحونة وحدة لا تقول لحالك تغديت، تكذب على حالك تكون. بعدين تقولي غرضين 3 مهمات، يوم تيجي تفتح أكياس والظروف بالدار وينهن كلهن شبوس وبسكوت وصوصات وبرجر ومرجر. اليوم تسأله: شو الغداء؟ سويت لك شيبس مع رايب وقليت شوية زهرة. وقد بلغت الآن منتهاها. انداري كان نفسي يكون رأيي مختلف بهذا الفيديو، ولكن بعد اللي شفته وسمعته انتوا تطفوا القلب. لهيج يا زوجتي
العزيزة المستقبلية اللي ما أنا داري عن قرعة أبوك منين، أرجع وأكد لك، إذا ودك أروق لا تقولي تعال معي على السوق، ومهيدات ناولني حبة أسبرين والمطل على الله.